أهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة خدت مني وقت ومجهود، وقعدت أفكر فيها عشان توصل لكم من قلبي. الحلقة دي هنركز فيها مع بعض لأن هي بداية لخطوة جديدة في رحلتنا. من الحلقات اللي فاتت من جوه لبره وصلنا للحلقة دي، وده معناه إن أنت خدت قرار شجاع، قرار إنك تبص جواك وتتحرك. المرحلة اللي فاتت فتحنا مع بعض أبواب كتير، زي صوتك الداخلي وطفولتك والتجارب القديمة اللي عشتها، وسمينا حاجات كانت مستخبية جواك بس بالأسامي الصح. أما دلوقتي إحنا مش بس بنفهم، إحنا كمان بنتغير. ومع كل حلقة من الحلقات اللي جاية هنكتشف مع بعض نقطة وعي ونسأل إزاي نتحرك بيها، مش بس نتكلم عنها. هنغوص النهاردة مع بعض في أعمق مكان وأكتر مكان محدش بيشوفه غيرك، انت بس اللي عايش فيه كل يوم: دماغك. المكان ده اللي مليان أسئلة ومخاوف وافتراضات كمان، بتبتدي بفكرة وتدخل فكرة وفكرة تانية تيجي وترجع لأول فكرة، لحد ما تلاقي نفسك مش قادر توقف لحظة من كتر الأفكار. ممكن تحس إنك تعبت ومجهد، وده مش لأنك بتفكر كتير، لكن لأنك مش عارف تهدى. واحدة من أشطر البنات اللي أعرفهم كانت منظمة جدا، شغلها كويس وناس كتير بتستشيرها كمان في الشغل. بس في مرة اتأخرت على ميعاد شغل مهم لسبب بسيط جدا. قعدت وقت طويل مش واخدة بالها، قاعدة على الكنبة بتفكر في اللي حصل امبارح واللي المفروض تعمله بكرة، والمكالمة اللي نسيت ترد عليها، ده غير الأفكار اللي بتدور حواليها، وإنها نسيت ترد على صاحبتها اللي زعلت، ده غير إنها مش متأكدة أصلا إذا كانت بتحب شغلها. بتكلم معاها قالت لي: أنا مش بكسل، أنا بتشنج من كتر التفكير، حاسة إن دماغي مش سايباني في حالي ومفيش زرار أوف. تخيل معايا الأوفر ثينكينج ممكن يوصلك لإيه لو سبت نفسك في بحر الأفكار ده. التفكير الزايد والأوفر ثينكينج مش معناه إنك ذكي، ومش معناه علامة وعي، دي حالة من الشلل العقلي. جامعة ميتشيغان أثبتت إن التفكير الزايد بيضاعف فرص الاكتئاب 2.5 مرات. وفي دراسة هارفارد بيزنس ريفيو قالت إن الناس اللي بيفكروا في كل حاجة مرتين، أدائهم في الحاجة اللي قرروا إن هم ينفذوها بيقل بنسبة 27%. المشكلة مش إنك بتفكر كتير، لكن إنك بتفكر من غير نهاية. طيب نسأل نفسنا: ليه بنفكر أكتر من اللازم؟ هل علشان نحاول نسيطر على حاجة هي أصلا خارج سيطرتنا؟ ولا علشان خايفين نغلط؟ ولا علشان بنحس إننا لو جهزنا نفسنا كفاية مش هنتأذي؟ أو علشان بنتجنب إحساس أكبر زي إحساس الألم أو الغضب أو الرفض؟ بس الحقيقة اللي بيحصل إننا بنتأذي أكتر، لأننا بنعيش كل سيناريو سلبي حتى لو ما حصلش أو ما نفذناهوش. خد إذن لنفسك بالتفكير، بس في ميعاد. خصص وقت محدد كل يوم، ربع ساعة، نص ساعة، اكتب فيها كل حاجة في دماغك من غير فلترة. ده بيساعد عقلك يفهم إن في وقت رسمي للقلق، مش طول اليوم. قسم أفكارك ل3 قوائم: أول حاجة حاجات تحت سيطرتك أنت، تاني حاجة حاجات لسه مش وقتها، وتالت حاجة حاجات أصلا ملكش فيها دور. القايمة التالتة شيلها من دماغك فورا. كل مرة تبص فيها للقايمة دي بتاخد قرار واضح، وده بيهدي دماغك. تعرف إن الدراسات أثبتت إن المشي السريع 20 دقيقة يوميا بيقلل نشاط القشرة الأمامية في المخ، المسؤولة عن الإفراط في التحليل والتوقع. فكرة جديدة ممكن تعملها: سجل أفكارك بصوتك، كأنك بتتكلم مع حد بتثق فيه. حتى لو كان التسجيل ده بعد فترة تسمعه، هتتفاجئ إنك لما تسمع صوتك وبتشوف أفكارك بشكل واضح،
بتكون أقل تهديد وبتعرف تفكر فيها صح. افرض لنفسك سؤال بدل ما تغرق في الجواب، بدل ما تغرق في ليه حصل كده، جرب تسأل أنا محتاج أعمل إيه؟ هل في دليل حقيقي على اللي أنا بفكر فيه ولا دي مجرد أوهام أنا عايشها؟ الأسئلة دي بتكسر دوامة إنك بتهول الحاجة وهي لسه في دماغك. دماغك من حقها إنها تفكر، بس أنت تقدر تسيطر على الأفكار دي لو كتبتها ونظمتها وعرفت دورك إيه في الأفكار دي. هتعرف تنظم حياتك صح، والأوفر ثينكينج هيبقى تفكير منطقي وعقلاني. أنا نفسي عديت بتجربة التفكير الزايد دي. بعد أزمة كنت بتوقع دايما أسوأ نتيجة، وفي مرة كتبت جملة على ورقة: مش كل فكرة حقيقة. فضلت قدامي كل يوم وابتديت أسمع صوتي مش صوت القلق. برنامج مهم جدا لو اشتغلت عليه لمدة 8 أسابيع هيفرق معاك. برنامج التنفس. التنفس ده برنامج ممكن تستخدمه لمدة 8 أسابيع ل5 دقايق في اليوم. هيفرق معاك وهيفرق في أفكارك. وفر من طاقة التفكير وحولها لتعبير. حاول تعبر عن أفكارك بشكل واضح مع الناس القريبين ليك واللي انت بتحب تسمع لهم وتستشيرهم. التفكير عمره ما كان عيب، لكن الاستسلام لزحمة الأفكار بيخليك تعيش بعيد عن الحاضر. فكر لكن خليك برضو صاحب قرار. اسمع دماغك بس ما تمشيش وراها دايما. ولو دماغك مش سايباك قول لها أنا شايفك بس أنا اللي هختار الطريق. بتمنى تكون الحلقة بسيطة وعجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنت ايه أكتر فكرة مش سايباك، ومين أول شخص نفسك تحكي له عنها. ولو حسيت إن الحلقة دي لمستك شاركها مع اللي بيعدي بنفس الزحمة، علشان نحول التفكير من عدو لأداة نستخدمها في حياتنا. سلام.